يا ترى هل فعلا لو الأم ما كانتش في فترة الحمل كويس وما شربتش لبن ده معناه إنها مسؤولة لو الطفل اتولد ناقصه فيتامينات أو سنانه ضعيفة؟ ناس كتير بتهاجم الأمهات وتقول إنها المسؤولة عن صحة الطفل. الولد ضعيف يبقى انت ما كنتيش بتغذي كويس في الحمل، الولد سنانه بايظه وبتقع يبقى انت اكيد ما شربتيش لبن في الحمل، الولد رفيع وحجمه صغير يبقى انت ما كنتيش بتاكلي كويس في الحمل. الموضوع ده ممكن يكون في نسبه من الصحه في حال اذا كانت الحامل بتعاني من سوء تغذيه شديده او بتعتمد في الغذاء بتاعها على اكل ممنوع اصلا في الحمل، ده هتكلم عليه في فيديو منفصل. بس الموضوع بيكون نسبي، والفيتامينات اللي بنكتبها للحامل بتظبط الدنيا شويه، المتابعه الدوريه كل حاجه بتكون كويسه. بس اللي بيحصل في الواقع ان الجنين بياخد كل اللي هو عايزه من جسم الام، يعني بيتغذى وبياخد كل الفيتامينات بتاعته من الام حتى لو هي عندها نقص فيه، فهو ملوش دعوه، لان الامداد الدموي اللي بيوصل له في الرحم بيكون فيه كل الفيتامينات والمعادن الاساسيه اللي بيحتاجها. سواء كانت احتماليه ان الحامل هي السبب في اي ضعف للطفل كبيره او صغيره، لازم دايما ناخد بالنا من سوء التغذيه، لان حتى لو ما اثرتش على الجنين هيأثر على الام، ممكن يسبب امراض خطيره ليها. عشان كده